معانا فيلم نور الدين والبحار التلاتة. الفيلم من إنتاج سنة 1944 من إخراج توجو مصراحي. والفيلم بطولة علي الكسار وإسماعيل ياسين وليلى فوزي ومحمود المليجي ومحمود شكوكو ومحمد مصطفى. وبتحكي قصة الفيلم عن عثمان عبد الباسط، طبعا أشهر شخصية لعلي الكسار، إن هو عنده محل فطير وعنده 2 مساعدين. واحد من المساعدين بتوع ده هو إسماعيل ياسين، وعايش عيشة جحيم يعني وآخر قرف، وحماته عاملة مشاكل في البيت وهو عنده مشاكل في الشغل، وحياته بتزيد قرف لما بيزيد عليه الديون، وبيقرر ان هو ينتحر. وبيشاركوا الانتحار المساعدين الاتنين اللي معاه، لكن بيشوفهم احد البحارة وبيعرض عليهم ان هم يشتغلوا على المركب، والمركب بتوديهم لجزيرة، وبيقابلوا هناك ناس شريرة بيحاولوا يخطفوا الأميرة، وبيخشوا في مغامرات كبيرة.